أحد الإخوان يقول: يا أبو عبد العزيز، في صديق لي عليه قرض ويسدد 3500 ريال شهريا. يقول هذا الرجل فاضل وحبيب ومحب للناس ويفزع للناس. جاء صديق له قال: يا أبو عمر. قال: نعم. قال: أنا ماخذ قرض للبنيان وقرض قوي، وبيك تاخذ لي قرض ثاني باسمك وسدد لك 1500 ريال. ما عاد معطيني قرض لأني أنا مستنفذ كل الشروط، وأنا إذا استلمت راتبي سددت لك 1700 ريال. خذ لي قرض قسطه 1700 ريال، أنا قادر أن أسدد لك إياه. قلت: ابشر إن شاء الله. يقول: واروح أقدم أوراقي بالنظام الإسلامي، يقولوا يعطوني قرض. يوم خدت القرض هذا وسلمت خوي يقضى لزومه، وصار الشهر يسدد لي 1700 ريال وأنا أسدد 3500 على قرضي أنا. فصرنا أنا وياه نسدد حوالي 5000 وشوي. مر الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث إلى جاء الشهر السابع. يوم جاء الشهر السابع والرجال ما حول لي قسطه. فقلت يمكن الرجال عنده ظروف ولا شيء، يقول: واسحب من حسابي واسدد القسط باسمي أنا. والشهر الثاني ما حول لي ولا اتصل علي، وله غالي عندي، غالي، ماني ماخذ قرض الواحد مو بكفو، صح، أثق فيه وأشوفه وعارف تاريخه. يقول: والله وقعد لي حوالي 3 شهور إلى 4 شهور ما سدد لي من قسط شيء. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. عزمت في مناسبة، يوم دخلت المناسبة له في وجهي وهو يجيني قال: يا أبو عمر سامحني، والله أني أمر بظروف صعبة، وإني والله ما يعلم فيني إلا الله، وسامحني من الكلام. قلت: كل إنسان يمر بهالظروف يا أخوي، لكن الله ييسر إن شاء الله. يقول: استمريت على قرضي إلى أن جاء شهر شعبان من أحد السنوات. في خوي لي يدري عن وضعي وجاني قال: يا أبو عمر. قلت: نعم. قال: رجل واحد من جماعتكم ثري وتاجر ويطلع زكاته في رمضان، اشرح له قصة خويك هذا لأنه معسر وخله يسدد عنه الدين. قلت: والله ضايعة وجبتها. يقول: واروح للشايب اللي من جماعتنا وافطرت عنده، ويوم تقهوينا وخلصنا ناداني قال: لك حاجة يا ولدي؟ هو يعرفني يا أبو عمر. قلت: والله يا عمي القصة هالشكل وهالشكل، هذا رجال معسر وظروفه صعبة وعليه قسط 1700 ريال ولا سدد منها إلا 7 أقساط، والرجل أنا والله أعرف زين وأعرف أخلاقه وخلقه ويستاهل أن حنا نحط زكاة لأنه معسر وظروفه صعبة. قال: أبي كشف حساب بالمبلغ اللي يسدد، المبلغ اللي يدخل في البنك يعطني كشف حساب. قلت: ابشر، لأن كشف الحساب باسمي أنا. فقلت: خلاص كم تبي؟ قال: أبي 3 دورات. يقول: واروح للبنك واطلع كشف حساب لل3 دورات هذه، واروح وادق على عمي بالتلفون. قال: رح أعطه المحاسب فلان، المحاسب من جنسية عربية. يقول: حنا باقي على رمضان أسبوع أو 10 أيام. يقول: أعطيه المحاسب. يوم جاء بداية رمضان واروح أسلم عليه وبارك له بالشهر. يوم جلسنا جو الناس تروح، قلت: لا. قال لي: أنت لا تروح يا أبو عمر، تعال لي في المكتب. يوم جيت في المكتب للكشف قدامه وعليه علامات، حاطن علامات. ولا والله يقول لي: هذه 1700 حقت الرجال اللي قلت لي. قال: هذه 7 أشهر وراها شهرين مدري 3. طيب هذا حسابك؟ قلت: إيه حسابي، أنا اللي ماخذ القرض باسمي ولكن أعطيه. قال: طيب 3500 ريال هذا وش هي؟ قلت: هذه قسط لي أنا أسدد عن نفسي. قال: الحين جاي تطلب خويك وتارك نفسك؟ يقوله الرجال هالشيخ ذي. قلت: إيه أنا ماني معسر يا عم، لكن الرجال هذا ظروفه صعبة وأنا والله أزكيه، والرجل ما عنده إمكانية يأخذ قرض باسمه لظروفه الصعبة. قال: جزاك الله خير، من يسوي سواتك هذه؟ قلت: يا ابن الحلال الأمر أكبر، يعني ما يسوى الكلام هذا. قال: لا والله هذه أمور من أخوك ما نفهمها إلا بالأرقام ولا نفهمها إلا مع الناس، أنت ساكت ولا علمت عن نفسك وعليك 3500 ولا جيت تسألني عنها. حنا الآن بعمدهم يسددون عن خويك المبلغ كامل، وال7 أشهر اللي أنت سددتها كاملة بنسددها لك كاش. هذه خلصنا منها. قلت: خلصنا منها. قال: باقي أنت.
قال أنا إيش فيني، أنا ما أستحق الزكاة. قال لا ما هي بزكاة، هذه هدية مني أسدد عنك 3500 كلها اللي راحت واللي جاية، ومسددين قرضك كله. سبحان الله. يا فلان قال ابشر بعزك، والله يا أنك فزعتك مع خويك ما أنت بصايرنا على قولة القائل. يقول والله إن عيوني دمعت من الفرحة، مبلغ كبير طاح عني، باقي علي يمكن 5 و6 سنوات، والمبلغ 3500 ريال. والله ما أنا نويت هالأمر، ولكن يمكن تفريجي لكربة صاحبي الله سبحانه وتعالى يسر لي مثل هذه الرجال أنها تساعدني وتفك ديني. فأنا أقول يا أخوان، فزعتك مع أخوك لا تقول ما راح بيجيك خير، بيجيك خير حتى لو ما سدد لك خويك بإذن الله سبحانه وتعالى. أهم شيء وأن تفزع مع صاحبك وتفك كربته، تنوي النية الطيبة لله سبحانه وتعالى، والله كفيل. إذا كان صاحبك بيسدد بعينه، وإذا كان مو مسدد وأنت نيتك له خير، إن الله سبحانه وتعالى بيعوضك وين ما رحت. هذه من القصص الجميلة اللي حنا نعرضها في هذه البرامج المباركة، تنمي فينا مساعدة الآخرين. كثير من الناس يكثر وترى لا تسلف أحد، لا تعطي أحد، لا تعطي من السلف تلف. مو صحيح، ثبت ما في شيء، اكتب بينك وبينه ورقة وسلفه، لكن لا تعدمون الخير بين المسلمين. حنا في حاجة بعضنا. بعض الناس فلوسهم في البنوك بمئات الألوف، يا أخي إذا وصل 10% المبلغ أو أكثر لا تسلف أحد، خل 10% قروض لأصحابك، فك عسرته، فك دينه، ساعده. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم اقترض وهو نبينا، وهذه من السنة، ولكن أنصحكم ما تقترضون إلا في مواضيع مهمة، موضوع زواج، موضوع بناء، موضوع أمر مهم جدا. خلاف ذلك وانت في حاجة بإمكانك تداري على نفسك. أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهالقصة، وجزاكم الله عني كل خير يا أبو. آمين. جزاك الله خير يا أبو عبد العزيز، وعسى الله يوفي عن كل من على. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. القصة هذه حدثت عام 1402، وأتوقع أنها حدثت في منطقة جدة، ونشرت في بعض الصحف في هاك الوقت، وفيها قيم عالية جدا. هذا رجل سعودي عنده شركة، واستلحق له صبي من حضرموت. الصبي بدأ معها السعودي من يوم أن السعودي بادي في بداية شغله، والصبي حوله وحواليه وكبر ومشت الأمور وترقى حتى أنه صار هو المحاسب الأساسي للشركة، من أمانته ومن خلقه وأخلاقه ما شاء الله. يوم جاء عام 1402 كان الدوام ذيك الأيام الظاهر خميس وجمعة أو شيء زي كذا. صرف السعودي 100,000 ريال، حطها في ظرف وحط عليها كلام ونادى سعيد. قال يا سعيد، قال نعم. قال أنا كاتب شيك الواحد بيصرفه يوم السبت، أبيك صبح السبت تروح تودعه علشان إذا جاي يصرفه يلقى المبلغ في الحساب. و100,000 في هاك الزمان مبلغ كبير يا أخوان، ما هو بسيط. قال ابشر يا عمي. أخذ 100,000 وحطها عنده في الدرج، واشتغلوا في الدوام. يوم انتهى الدوام آخر من يطلع من الشركة سعيد هذا، الشركة فيها موظفين فيها عمال، فتح درجه، خذ 100,000 ونزل بالظرف. عنده جيب صالون تو شاريه، الإخوان كل 6 شهور كل سنة يروحوا لليمن لهم ويرجعون، هالصالون تو شاريه جديد يبي يروح. ركب الصالون بيشغله، لقى البطارية ما تشتغل، وليل ولا هناك يعني مثل الوضع الحالي ناس يجونك يصلحون سيارتك. اضطر انه يركب مع راعي تاكسي. وقف له هاك التاكسي، يا ولد؟ قال نعم. قال الحي الفلاني. قال اركب بهاك القيمة. قام يسولف مع سعيد راعي التاكسي، وها سعيد يسولف معه، ومنا والشارع الفلاني. يوم جاء عدة عمارات 10 جنب بعض عماير، قال نزلني هنا أبى أخذ أغراض وبروح لأهلي. يوم نزل الظرف في السيارة 100,000، ما هي لعب ايه. نزل سعيد، يوم طلع ولا يدور الظرف له، لا يعرف راعي التاكسي، والتاكسي شغل ومشى. يحاول جاءت هموم الدنيا كلها تراجدت على راسه، مع عزبه أكثر من 30 سنة، ولا عمره لقى عليه خلل، ولا عمره لقى عليه. قامت الدنيا تلعب فيه. يفكر 100,000 هي بسيطة، مبلغ كبير وكاش ولا فيه.
أصبح اليوم الثاني طال عمرك اركب مع راعي تاكسي وارجع لسيارته اللي خربانة، غير بطاريتها ومسحها وغسلها وعلى معارض جدة حرجوا عليها وتجيب هاك القيمة اللي ما توفي 100,000. رح لربعه وجماعته وهذا 5,000 وهذا 10,000. هذا ما جاء مغرب الجمعة إلا 100,000 حسابه كاملة معه كاش. جبت السيارة والمبالغ كلها، الدنيا كلها تراجدت عليه. يوم جاء صبح السبت وهو يروح للبنك، أول من دخل سعيد، ويدخل عند المحاسب ويعطيه 100,000 ويقوم يسجل له نموذج ويعطيه الورقة الصفراء. أودعها في حساب معزبة، خذ الورقة ورجع قال الحمد والشكر لك يا رب اللي سترتني. رجع للدوام، قعد في مكتبه. يوم جاء معزبه ودخل المكتب، قعد له أبو ساعة. جاء سعيد ودخل على معزبه يعطيه المعاملات والأوراق. قال يا طويل العمر ترى أودعنا المبلغ اللي انت عطيتني في الحساب وهذا نموذج الإدارة. قام يناظر الإيصال، كان الإيصال هذا حقيقي ولا مزور يا سعيد؟ قال ليش يا عمي؟ قال الفلوس راحت منك أمس. عجيب. ايش قال الفلوس راحت منك سبحان الله، غدت. شلون ودعت 100,000 هذه؟ لا إله إلا الله. قال ايش دراك يا عمي؟ اي والله. افتح الدرج وطلع الظرف عطه اياه. لا إله إلا الله. الظرف اللي هذا يوم شافه وتهل دموعه وينفجر ويجيب ما عنده. صار ماخذ ظرف ثاني. لا منكتم مرة. لا إله. صار واهم ولا راعي التاكسي رجع؟ اسمع القصة. اسمع يلا. جاب ما عنده، قام يصيح أثره منه هاليومين هذه ويجمع الفلوس وبايع سيارته وبايع حليله كله علشان يسدد هالمبلغ. قام بكى عجيب يعني، انفجر. شفت الرجال اللي مضغوط وجاه مثل على قولة القائل هذا قاعد يصيح. وش فيك يا سعيد؟ قال والله يا عمي من وين جاك الظرف هذا؟ قال والله أنا الساعة 7 الصبح جاء واحد وقال أبى قابل صاحب الشركة. وجاء وقابلني هذا سواق التاكسي. يوم وصل بيته ويدور عند الغير لقى الظرف. يوم لقى الظرف لا ما فيه لا أرقام ولا شيء. حاول رجع للعماير يدور يقول أنا نزلته عند عمارة ولا أدري وين هي، وعماير كلها متشابهة. وفكيت الظرف ولقيت فيه 100,000 ريال، ولقيت على الظرف ختم اسم الشركة. حلو. اللوجو. ايه حلو. وقلت بكرة أو السبت، أنا الخميس في الجمعة ما يشتغلون، السبت أنا أصبح. بيض الله وجهه. هو جاء ودخل علي الساعة 7 علمني. يوم شفت الظرف وشفت هذا قال ركب معي رجال هاك الليلة من عندكم من هالمكان حولكم ووصل لي المكان، وهالحين أنا استدليت عليكم باسم الشركة 100,000 ريال ولا ظرفي وتوقيع على الظرف من برا يعني اسمه. ويوم شفته طلعت من الظرف 1000 ريال وعطيته سواق التاكسي هدية على أمانته، وحطيت الظرف عندي لين أسمع منك تجيب لي ورقة صفرة تودعها. من وين جبت الدراهم يا سيد؟ أنت حينتك ما عندك. قال والله يا عمي مثل ما سمعت القصة كاملة، لكني ماني براجع لك وبقول لك إني ضيعت الأمانة ولا فقدتها. وأنا 50 سنة يا عمي و60 سنة ما بقى على التقاعد إلا شيء بسيط، أضيع عمري في مبلغ هذا. أنا ما طب ثم عيالي إلا حلال ولا بشيء ونفع. الله يرزق الحلال ما شاء الله. قال طيب إيش سويت؟ قال دفعت السيارة بعتها ونقص علي 30 أو 35,000 ريال وجمعتها من ربعي وأخوياي وأودعتها. أبي أستر نفسي قدامك وأبي ختم في عملي معك بالختام الصالح. الله أكبر. قام ناظره المدير ويبرق في عيونه. قال أنت من أي؟ قال أنا هذا ديننا يا أبو، هذا ديننا. قال يا سعيد من يسوي سواتك؟ من يسوي سواتك؟ والله لو قال أنا عارف أني لو جيتك ما أنت مقصر وعارف تاريخي وعارف هذا، لكن ماني براضي لك بالخسارة وأنا اللي أهملت. قال الله يبيض وجهك ويكثر من أمثالك يا سعيد، عز الله أنك ولد صالح وعز الله أنك أخو. خذ الدراهم ودبر عمرك والنقص عليك شيء، ترى حاضرين من الألف إلى اشتري السيارة اللي انتبي وعلى قولة القائل. بيض الله وجهه. قال وسعيد يعني سبحان الله يتنافض، يأخذ الظرف يرجع لمكتبه ما يدري ايش يسوي. يقول القصة يا اخوان جمالها في أمانة هاليماني الحضرمي
ولا في أمانة، ولا في سواق التاكسي الله يبيض وجهه اللي قاله 100,000 باردة مبردة ما حد يدري عنها ولا هذا. ولا شوف الأخلاق سبحانه وتعالى الإسلامية إذا انتشرت وصارت تعاليم والرادع هو دينك الإسلامي. الله أكبر. فاعرف أنك ما المحاكم هذه تقفلها، الشرطة تقفلها، المشاكل تقل. كل ما تربوا المجتمع على الدين الإسلامي كل ما قلت المشاكل. الله أكبر. كل ما ربيت العائلة أبنائها وبناتها وعيالها على خوف من الله واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما انضبط المجتمع. والله انتقل للمشاكل يعني. ولذلك كثير من العائلات اللي تلقى عيالها ما شاء الله تبارك الله تربية صحيحة تلقى نادر يروحون الشرطة، نادر يروحون المحاكم، نادر يصير. أساس الحياة أنك تربي أبنائك تربية إسلامية صحيحة ويطلقهم في هالمجتمع بإذن الله، لا يؤذون أحد ولا أحد يؤذيهم ولا يصير لهم مشاكل حتى بينهم. هذه من القصص اللي أسأل الله العلي العظيم أن ينفع فيها، وجزاكم الله عني كل خير على حسن الاستماع. الله يبيض وجهك ويرفع قدرك، وانت جزاك الله خير على تلمس. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على. هذه القصة فيها يعني الحقيقة نستنتج منها أشياء جميلة، وأسأل الله العلي العظيم أن ينفع فيها. آمين يا رب. في عام 1418 في 2 عسكر مسجلين في إحدى القطاعات العسكرية، وحطوهم حراسات على إحدى المباني الحكومية الهامة. وقصة مثل ما قلت لكم حدثت في عام 1418 في أحد مدن المملكة الكبيرة. يقول اللي يقول لي القصة واحد منهم، يقول أنا ساكن أنا وخوي بعيدين عن هالمكان اللي حنا نشرف عليه بمسافة، فتوفير البنزين مرة أروح أنا وياه بسيارتي ومرة أروح بسيارته. وقبل ما نصل هالمنشأة اللي حنا فيها حراسات نمر بوفيه مشهور وناخذ فيه سندوشات، أما فطور ولا غداء شيء تصبيره. وهذا مثل ما قلت لكم قبل عام 1418. يقول مرة من المرات أنا رحت أنا وياه للمبنى هذا، ولكن ما مرينا البوفيه، هو ركب السيارة حقتي ورجع للبوفيه. صادف عند البوفيه بنت أنا لا أعلم، والبنت استلطفها واستلطفته، وصار بينهم تبادل أرقام وأنا ما أدري. جاء بلغني قال أنا ترى تعرفت على بنت، فيقول أنا زعلت عليه وهاوشته وقلت له ما يجوز هذه محارم وقطه. قال لي خلاص ازهله يا أبو فلان. خدت حنا 1418 في آخر 1418 اتضح لي إنه ما أنهى علاقته بهذه البنت، وإن تطورت العلاقة إلى لقاء، وتطورت الله يعافينا حتى وقعوا في المحظور الكبير. وهنا الطامة، هو يوم علم بالأمر هذا قطع الجوال، قطع التلفون الثابت حقه، والبنت أسقط في يدها. راحت وعلمت أمها، والأم انقطعت أخبار البنت والأم عنا ما ندري عنهم. أنا جيت له يوم علمني قلت له صحح غلطتك وروح لأبوها واخطبها وتزوجها، وأنا مستعد أروح معك لأبوك ولأمك ولأخوانك بالفعل رحت للأبو ورحت للأم ورحت لأخوانها. الرجال هذا قالوا وحدة ما باعت ثقة أهلها فيها كيف يثق فيها أخونا، ما حنا مزوجين هي. قلت يا الربع الرجال هو اللي مرتكب الخطيئة معها. يقول حاولت ما لقيت منهم إجابة. يقول قلت سلمت أمري الله وقلت ترى الذنب في رقبتك. نعم صحيح. حنا انقطعنا، أنا ما أدري وش البنت وش أهلها ما أعرفهم، هو ما يدري أيضا. يقول حنا لازلنا مستمرين في عملنا. في عام 1421 أو 22 على عملنا، مرة في سيارته مرة في سيارتي، وحنا جايين مرينا البوفيه، لكن قبل البوفيه في بقالة كنت باخذ منه مويه وبارد وأغراض. يقول يوم نزلت والقى 4 أطفال، 2 مولدين، وأصغرهم ولد عمره أبو 3 أو 4 سنوات، ثوبه الله يكرمكم ما يلبسه حتى الله يكرمك أقل الناس، وفيه ريحة وشوشته وصاخته وضعيف يتلها العيال.
فهذيلا معهم فلوس والولد هذا ما معه فلوس، وهو يطقق على الطاولة يقول الراعي البقالة عطني حلاوة، وراعي البقالة يصده جيب فلوس أنا أعطيك. يقول أنا رعفت بحال هالولد وقلت بالله شوف ايش يبي وأنا بحاسب عنه، ما أدري ايش طلب حلاوة وشوكولاتة، يقول وأنا أدفع عنه. والولد حالته مرة كثيفة. يقول له الثلاثة العيال راحوا ولا في رجال جاي قالوا ترى فلان يطر، يقصدون الليل. يقول لي يا عبد الله جاه وشات الولد شوته، والله ان الولد تقول حصاها اعوذ بالله تدربه وبصياح، انت قاعد تطر، انت ما فشلتنا. الولد ما يفهم. يقول وجه رده، انا طبعا بلبسي العسكري رديته، قلت عيب عليك هذا طفل ما يفهم. قال فشلنا عند الناس. قلت يوم انه فشلكم عند الناس كان اعطيته فلوس. قال هذا ابوه ما ندري وينه. يقول يوم قال ابوه ما ندري وينه وقال الكلمه هذه والرجال معي في السياره، وشوف اشبه الولد هذا ولا والله مطابق. وانزل للرجال قم امسك ذاك كمل علل واضربه انت يا الرجال. فك ولدك اقولها لمن خويه في السياره. قالوا وش لدي؟ قال هذا خطيئتك اللي سويتها فكها. الرجال لا شعوريا نزل وتلاقط ويا الرجال وضربه، اترك ولدي في الشارع. لا اله الا الله. ويتضاربون يقول انا افك فيهم، وتجي الدوريه وانا امسك الدوريه. قلت هذا موضوع خاص ولا لكم دخل فيه، خلوني انا احله، الموضوع هذا عائل. وانت دخلت الدوريه ولا الشرطه. يقول وانا اجيب الرجال هذا. قال وش دخل هذا؟ يقول ابوي. يقول له الرجال قال هذا انا امه فلانه وانا ابوه وهذا السبب وهذا الوضع. قال حسبي الله عليك، حسبي الله عليك، حسبي الله عليك. قال شف. يقول انا تدخلت، قلت بنحل الحل هالحين، نجيب الشيخ الان ويكتب على المرأة ونسأل شرع وش طريقة عمل هالولد هذا وكيف نسبه. يقولوا حنا طال عمرك اتصل بابو الرجال واروح له في البيت واجيبه في نفس اليوم. قالوا خلاص إذا جاء بعد أسبوع نكتب الكتاب. قال لا تكتب الكتاب اليوم ما فيه. قالوا هم على مضض لا أهل البنت ولا أهل الرجال. واجيب الشيخ يقول يكتب الكتاب واتصل بمشايخه ويعلموني العلوم الشرعية في الموضوع هذا كامل، ونسوي العقد جديد ونجهز هذا، والولد ما يدري منه أبوه ولا يعرف شيء، ويتم الزواج ويأخذ المرأة معه في بيته. والحين أم عياله، والولد هذا تزوج الأسبوع الماضي سبحان الله، الوليد الصغير وتخلص من الجامعة وتزوج الأسبوع الماضي وفي وظيفة. والرجال الحمد والشكر الله مستقر مع زوجته والحمد لله الأمور صالحة. هذا الكلام 1418 وحدث. وأنا أقول لكم بعض التفاصيل. الآن ما يحدث يا أخوان يجب أن تنبه. الأم لها دور كبير في إدارة بناتها وفي حرصها عليهم وفي تربيتها. المرأة اللي ما عندها استعداد أنها تربي وبتسلم الخادمة وبتترك بناتها لا تتزوج. أنا دائما نادي بهالكلام. إذا ما عندك مستطاع أنك تديرين بيتك وتربين بناتك وتحافظين عليهم، لأن الأبو لاهي يطلع 8-9 ساعات في عمله ويجي متأخر ما يدري. أنت اللي تغطين وأنت اللي تعرفين وأنت اللي عارفة بناتك وين يروحون ويجون. هذا الأمر لازم نلقى له حل. خوف والله. شوف ايش قال الأخوه قال حنا ما نزوج وحده ما أهلها يثقون فيها وهي بقد الثقة. وهذا اللي بيصير في الوضع. قبل أسبوع أنا أمشي في بيتي رايح أصلي الفجر، بنت عمرها 13 سنة تكلم في التلفون في وسط الشارع الساعة 3:30 الفجر. قسم بالله أني أتقطع وادعي لها بالهداية وادعي لها أهلها. وش اللي يصير؟ انتبهوا لعيالكم، انتبهوا لبناتكم، وانتبهوا لأهلكم وحرصوا عليهم. والله انكم مسؤولين مسؤولية كاملة من يوم يولد حتى يصل سن الرشد. أنت مسؤول عن تربية أبنائك، والدور الكبير بالذات للبنات للأم. انتبهي لهم ولا يكون كلش بغلظة وبهواش. استمعي لهم وجلسي معهم وعلميهم واسمعي منهم. ترى الشباب الآن يبي من يسمعهم، يبي من يتحدث معهم يتحدثون له، لا الأب ولا الأم. لكن الأم يقع عليها الحمل الكبير على طول من سوق لسوق ومن استراحة لاستراحة. كيف تنتبهين لعيالك وانت هذا وضعك؟ ترى والله نحن مسائلين، وفي جنة وفي نار وفي سؤال وفي عقاب. أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها القصة. وجزاكم الله عني كل خير، وآسف للإطالة يا أبو.
أنا عندي سؤال قد يفيد المشاهد. يعني بعض البنات تقول له وش اللي صار، هذا أخطأ معها وبعد سنين جاء وتزوجها واستقروا، وهذا ولدها اللي كان يعني خطأ تزوج وزانت أموره وكذا. أنا ودي نصيحة من هالجانب، هل كل اللي بيخطون مع البنات هذا اللي اللي ياخذها يتزوجها؟ مو كل الناس مثل هذا، وهم يعرفون 99% أصلا مو بشرط أنه يخطي معها، من عرفها من تلفون مو بجايه. نعم. وإن شافها في شارع مو متزوجها. نعم. ترى هذا الأمر كلام كبير. أنا أسأل بالله، أي إنسانة عندها أخو ولا عندها ولد وتعرف على واحدة في الشارع بترضى أنه يتزوجها؟ لا.